في بنوتة ظهرت في برنامج أمريكان جوت تالنت اللي هو البرنامج اللي بيعرض مواهب الناس، وقالت لهم ان هي ساحرة، فافتكروا ان هي بتعمل خدع بصرية، ولكن في الحقيقة هي كانت فعلا ساحرة حقيقية، وتسببت في ان هي سحرت كل الناس اللي قاعدين، وقتلت او موتت واحد من لجنة الحكام. فايه القصه دي؟ في 2023 في الموسم بتاع امريكان جوت تالنت اللي هو البرنامج اللي الناس بتظهر فيه عشان تعرض فيه مواهبها، ففي بنوته ظهرت على المسرح. بمجرد دخولها الناس حست بطاقه سلبيه شديده، او لهم تخين كده في حد داخل كده، ايه، تحس ان انت جالك سدت نفس كده، او فاهمين، كانت داخله عمت المكان بالطاقه السلبيه، ولكن محدش يهتم. الاول قالوا ايه ده شكلها غريب قوي، مظهرها مخيف، ملابسها مخيفة، عاملة ميك اب مخيف، شكلها مخيف. فقالوا هي يعني بتتقمص الشخصية قوي يعني. فلجنة الحكام بيسألوها ايه يا حبيبتي اللي انت عاملاه في نفسك ده، انت ايه موهبتك بالظبط؟ فراحت قالت لهم انا ساحرة. فلجنة الحكام قالوا لها يعني بتعملي خدعة بصرية وكده يعني. فالبنت راحت بصت لهم كده ايه من الجنب كده ايه، وما ردتش عليهم. فقالوا لها تمام ابدأي يلا ورينا انت بتعملي ايه. فقالت لهم تمام، وبدأت في ان هي تعمل الخدع البصرية بتاعتها، او زي ما هم كانوا فاكرين يعني. بدأت بالحاجات البسيطة عادي جدا، اللي هو كان في شمع كده ايه على الترابيزة بتاعتها، فالشمع ده كله فجأة ولع عادي، بتحصل في احسن العائلات بنعملها يعني بالخدع البصرية، محدش، عادي يعني. وبعد كده فجأة راح الشمع ده هي من على بعد بايديها كده راحت رفعته في الهواء، اللي هو كان كله طاير بعد ما ولع. فماشي عادي، ممكن يبقى في حبل خفي او اي حاجة يعني، خدعة بصرية عادي يعني، مش حوار يعني. المهم بعد كده راحت ايه الشمع ده طفى في الهواء، وبعد كده راحت نزلته تاني ايه على الترابيزة. كل ده عادي جدا. وبعد كده ابتدت ان هي تحرك الحاجات كلها، كل الحاجات اللي كانت على المسرح ما تحركها من على بعد. ماشي طبعا كانت كل ده خدعة بصرية، هم كانوا فاكرين كده يعني بالنسبة لهم، بس هم كانوا منبهرين، الموضوع شكله حقيقة قوي، اللي هو البنت دي شاطرة جدا يعني. في لجنة الحكام والجمهور كله كان منبهر باللي بيحصل قدامهم. المهم بعد كده البنت عملت ايه، راحت طارت هي شخصيا قدامهم على المسرح كده، اللي هو هي كانت طايره كده ايه في الهواء. فطبعا لجنه الحكام قعدوا يسقفوا لها كتير قوي، اللي هو انت رائعه، انت جميله جدا، ده احنا ولا كانك طايره بجد يا جدع، ايه في سلك خفي طيب هو اللي شالك ولا ايه اللي بيحصل بالظبط. المهم بعد كده راحت البنت ايه رجعت، طبعا هي ما بتتكلمش ما بتبتسمش ما بتعملش اي حاجه، هي بصلهم كده ايه نظره، اللي هو فاهم، اللي هو ناويلهم على شر يعني. المهم بعد ما البنت نزلت كده ايه ورجعت، فابتدت تبص لجنة الحكام كده، وراحت شاورت على شخص معين، قالت له تعالى لي. فالراجل ماشي اوكي، شوفي انت عايز تعملي فيها ايه، خلينا ما نشوف اخرتها. وراح قام بالفعل وراح لها. فراحت هي جابت زي صندوق كبير كده، اللي هو انتوا عارفين الخدعة اللي اغلب السحرة بيعملوها، اللي هم خدع يعني مش بتبقى حقيقة، ان الراجل بينام في الصندوق، يقوموا قاسمين الصندوق نصين، فطبعا الناس تتخض ايه اللي حصل ده، يقوم الراجل طلع لهم تاني انا سليم اهو محصليش اي حاجة. هي كانت تعمل كده، وراحت جابت صندوق ونيمت الراجل في الصندوق. فهو مش واخد على اخوانا ماشي. فجأة زي شنيور كبير قوي، وراحت قسمت الصندوق ده ايه نصين. فالناس انبهرت، ايه ده؟ وبعد كده في نفس اللحظة دي الناس لقت دم كتير قوي، دم غزير طلع من الصندوق ده ايه بره، دم دم دم. فكل ده بيتهيأله ايه الخدعة البصرية ده، ده احنا افتكرناكي قتلتيه بجد، ده انت فظيعة موهبة جبارة. وكل الجمهور ولجنة الحكام قعدوا يسقفوا لها ومنبهرين، واللي هو ايه انت جامدة قوي، رجعلنا الراجل تاني بقى، طلعلنا الراجل بقى، خلاص عرفنا ان انت جامدة وكل حاجة. المهم راحت البنوتة دي راحت انحنت، اللي هو يعني بتسلم عليهم يعني زي ما الصينيين او اليابانيين بيعملوا، وراحت اخدت بعضها ومشيت. فقعدوا يسقفوا لها وكل حاجه. فالناس بقى اللي هم العمال اللي شغالين على المسرح جيهم عشان يفتحوا الصندوق عشان يخرجوا الراجل تاني. يفتحوا الصندوق من هنا يلاقوا لك الراجل مقسوم نصين، نص في الصندوق ونص في الصندوق. الراجل بالفعل اتقسم نصين، مش خدعه بصريه ولا اي حاجه. فاللي هما لجنة الحكام قاعدين هنا وراهم الجمهور والعمال بيفتحوا الصندوق، فهم شايفين قدامهم المنظر.
فبيبصوا للناس هما مش عارفين يبلغوا الخبر ده للناس ازاي، اللي هو كده فاهمين. فابتدوا يصرخوا، قعدوا يصرخوا. فمن هنا بقى ابتدت لجنة الحكام والجمهور ابتدوا يحسوا ان ايه ده، هو ايه اللي بيحصل بالظبط. بس هما ملحقوش ياخدوا الخضة او الصدمة ان في شخص بالفعل مات، وان هما كانوا بيسقفوا والراجل ده بيموت. لان في نفس اللحظة دي الكهرباء قطعت على المسرح كله، النور كله فجأة بيو قفل، الدنيا بقت كحل ضلمة. فطبعا الناس كلها كانت ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، ايه الناس كلها كانت عمالة تصرخ من الخوف ومن الرعب. بس في نفس اللحظة ده هم كانوا سامعين أصوات بتحصل حواليهم، فما حدش كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. سامعين صريخ ناس، فهل الناس ديت بتصرخ عشان هم خايفين ولا في حاجة بتحصل لهم؟ الإضاءة ديت فضلت مقطوعة حوالي 5 دقايق بالظبط، وكل ده محدش فاهم ايه اللي بيحصل. وبعد كده النور رجع تاني. فأول ما النور رجع تاني الناس بتبص كده ايه الجمهور اللي كان قاعد حواليه، الجمهور اللي قاعد يعني بيبصوا حوالين نفسهم، يكتشفوا ان ربع الناس ديت اتقتل. الناس ربعها بوح، ربع الجمهور او اكتر من الربع كمان. يعني ايه ده، يعني انت بتتكلم في واحد من الحكام مات، وكمان اكتر من ربع الجمهور ذات نفسه اتذبحوا. ايه اللي حصل؟ لجنة الحكام هما ال3 اللي كانوا متبقيين فلسعوا هربوا، عمالين يهربوا طبعا عايزين ينفضوا بجلدهم. والجمهور اللي ليه شخص عزيز قاعد يعيط عليه، واللي ملهوش جري وفلسع. هو كمان في ناس كان ليها شخص عزيز عليها بس جريت وفلسعت برضه، اللي هو ايه، الحي أقبى من الميت، الحي أبقى من الميت. ما علينا. المهم هما ايه، قعدوا يجروا وحصل فوضى كبيرة جدا على المسرح ده. طبعا كل ده حصل في اقل من 10 دقايق. فعقبال ما البوليس جه يشوف في ايه، لقى الجثث موجوده، الراجل المقسوم نصين. بيجيبوا الكاميرات، البنت ظاهره طبعا، ده التلفزيون شافها يعني، ظاهره في الكاميرات وكل حاجه. فمين دي وايه اللي حصل؟ بس لما النور قطع هم ما شافوش ايه اللي حصل بالظبط، بس اكيد البنت ليها علاقه. فاحنا لما نقبض على البنت هنفهم ايه اللي حصل بالظبط، وايه إيه القضيه الغريبه دي. ازاي ممكن حد يقتل حد علنا كده، وليه اصلا ممكن حاجه زي كده تحصل؟ المهم حاول طبعا البوليس يرفع بصمات عشان يجيب الساحره ديت او البنت دي. على فكره البنت دي ما كانتش مكمله 16 سنه اصلا يعني. فالبصمات مفيش بصمات، اللي هو ازاي مفيش بصمات للشخص ده اصلا. يجيبوا اسمها، هي اسمها كان معروف طبعا اللي هي مسجله بيه. نقول مثلا اسمها، وليكن مش هنقول اسمها الحقيقي، وليكن سماح ابو السماميح. معلش كملوا معايا، معلش اي اسم كده ايه وخلاص نمشي بيه الليله يعني. فقعدوا يدوروا على الاسم ده في السجلات عندهم في كل حته، يكتشفوا ان الاسم ده اصلا ملهوش وجود. البطاقه اللي هي كانت مقدمه بيها بطاقه مزيفه، ملهاش وجود، الاسم ملهوش وجود. طيب يدوروا على الشخصيه ذات نفسها، البنت ذات نفسها، ومعاهم صور يحطوها على اجهزه الجهاز الاي اي او الذكاء الاصطناعي. دور لنا مين الكائن ده، ما نعرفش. الكائن ده كانه مش موجود اصلا على كوكب الارض. طبعا القضيه اتحولت على طول قضيه راي عام يعني، لا مؤاخذه يعني. في ناس ماتت في الهوا، على الهوا يعني. وفي راجل مشهور مات من لجنه الحكام. اكيد ايه اللي بيحصل، نعمل ايه؟ والبوليس طبعا كان عاجز، مش قادرين يوصلوا للبني ادمه دي. طب مين اللي جاب البني ادمه دي، مين اللي وصلها للمسرح ذات نفسه؟ مش عارفين يوصلوا لاي حاجه. كل حاجه ما يدوروا عليها لقوها مش موجوده اصلا، كانها لم تكن. المهم هم ما كانش عندهم غير صوره ليها فقط، صوره ولا اكتر ولا اقل. فقعدوا ان هم يطبقوا الصوره ديت على كل البني ادمين اللي موجودين اصلا قدامهم، خاصة ان ملامح البنت كانت تدي ملامح هندية شوية. فكانوا بيدوروا اكتر في البلد الهند او الهنود، اللي هو يعني ايه الجزء ده يعني من الناس، ولكن ما كانوش لاقيين ملامح البنت دي خالص مطابقة لأي شخص. البنت زي ما تكون اختفت، اتدفنت تحت الارض، اللي هو ملهاش وجود اصلا. طب يوصلوا للحل ده ازاي، يوصلوا للغز ده ازاي؟ حتى الذكاء الاصطناعي مش قادر يتعرف عليه. بقى ايه، انه في نفس الوقت ده اللي كانوا بيدوروا فيه على البنت او الساحرة او ايا كان الكائن اللي ظهر فجأة ده،
يلاقوا ان في بلاغات تانية عمالة تجيلهم، البوليس عمال يجيله بلاغات كتير قوي، كلهم بيحكوا نفس الكلام، اللي هو احنا كنا قاعدين فجأة في بنت ظهرت مواصفاتها 1 2 3، وفجأة النور قطع، وفجأة لما النور جه لقينا فلان الفلاني مذبوح. يعني هي بتظهر دايما لشلة من الناس، يبقوا 5 6 قاعدين، تظهر فجأة قدامهم. طبعا هيئتها وشكلها بيبقى مخيف جدا، زي ما يكون عفريت ظهر لهم فجأة، تبتسم لهم ابتسامة كده ايه صفرة، النور يقطع في المكان اللي هم كانوا موجودين فيه، يبدأ يسمعوا أصوات صريخ غريبة قوي، وبعد كده النور لما يرجع يلاقوا فيه منهم شخص أو 2 مذبوحين. بلاغات عمالة تيجي من دول من ولايات وأماكن مختلفة، اللي هو يعني ايه ده، ايه اللي بيحصل ده. المهم ان وصل عدد الضحايا لفوق من 150 شخص، وكل ده حصل في اقل من اسبوع. الموضوع مستمر، الضحايا عمالة تزيد، زي ما نكون داخلين في حرب مع حاجة مش مفهومة، داخلين في حرب ضد حاجة احنا مش شايفينها، ولا كأنه غزو فضائي، ولا هو ايه اللي بيحصل بالظبط. المهم في ضابط من ضباط الشرطة يعني حس ان الموضوع لا يمكن يكون طبيعي، في حاجة مش طبيعية بتحصل، لان فكرة ان هي بتظهر في كذا مكان في اوقات قليلة قوي، يعني مثلا ممكن دقيقة هنا تبقى موجودة مثلا في مكان، بعديه ب5 دقايق تبقى موجودة في مكان، الفرق ما بين المكان والمكان ده اكتر من 1000 كيلو، اكتر من 1000 كيلو، فهي ازاي بتتنقل بالسرعة دي؟ فساعتها الضابط ده ابتدى ان هو ياخد صورتها ويحطوها على اجهزة الذكاء الاصطناعي، ويطلب منهم ان هو يدوروا على نسخة او حد يكون ملامحه شبه البنت دي، بس مش في الناس اللي موجودة حاليا، لا، يدور في كل المستندات اللي موجودة عنده على مدار التاريخ، اللي هو يعني هو مثلا كانوا بيطلبوا من الذكاء الاصطناعي يطلبوا او يدوروا على الشخصية دي في الناس اللي عايشة دلوقتي او متسجلة دلوقتي ايه على سطح الارض، لا، هو خلاه يدور على مدار التاريخ، على مدار العصور القديمة، السنين القديمة، اللي هو من 100 سنة فاتت، من 200 سنة فاتت، وهكذا. الذكاء الاصطناعي قعد فترة طويلة لحد ما توصل لشخصية بنفس ملامح ومواصفات البنت دي او الساحرة دي اللي هي سماح. طيب لقى ايه بقى؟ لقى قال له ان نفس مواصفات الساحرة دي كانت موجودة في عام 1669، كانت موجودة في قرية اسمها قرية سالم في أمريكا، وإن هي كانت يطلق عليها لقب الساحرة الشريفة، الساحرة الشريفة، وإن هي تم يعني إعدامها في نفس الوقت اللي اتعدم فيه ساحرات سالم. في الوقت ده في ساحرات كتير قوي اتعدمت قرية سالم، يعني عدموا ستات كتير قوي او ناس كتير، كانوا اغلبهم ستات يعني، وكان من ضمنهم البنت دي اللي هي عمرها لم يتجاوز 16 سنة، بسبب ان هم قالوا ان هي ساحرة وبتسحر الناس. ولكن ليه اطلق عليها اسم الساحرة الشريفة؟ وده بسبب ان هم لما حطوا كل ساحرات سالم كده ايه جنب بعض وحطوها هي من ضمنهم، لما جيهم يولعوا فيهم كل البنات او كل الستات او كل الساحرات والنار مسكت فيهم ما عدا هي، النار ما جاتش جنبها، فساعتها اطلقوا عليها اسم الساحرة الشريفة، لان النار ما رضيتش ان هي تحرقها، ده معناه ان هي ساحرة كويسة. الاسم ما جاش بسبب ده بس، كمان الساحرة دي اللي هي ساحرة سماح كانت معروفة في الفترة دي بان هي كانت بتقتل الفاسدين فقط، اللي هو لو شخص اساسا عمل ارتكب خطأ في حياته في المدري من غير ما حد ياخد باله، هي بتبقى عارفه وهي اللي بتنتقم منه، حاجه كده ايه شبه روبن هود يعني لو في شخص تحرش او اغتصب فتاة ما كانت هي بتموته، لو في شخص نصب على شخص ما كانت هي بتموته، لو كان في شخص تسبب في مقتل شخص ما كانت هي بتموته، اللي هو سرقه، نصب، اغتصاب، تحرش، قتل، كل اللي هي الخطايا ديت، لو شخص تسبب في حاجه زي دول هي كانت بتموته عن طريق ان هي بتذبحهم. ولكن دايما كان ليها طريقه معينه، اللي هي بتصطاد الشخص ده من وسط قرايبه او صحابه، لازم يبقى قاعد مع ناس وتقوم تقتله او تذبحه
بان النور يقطع وبعد كده لما يجي يلاقيهم مذبوح. ليه بقى؟ لان هي كانت بتبقى عايزه تخليه عبره للجروب اللي هو قاعد معاهم، عبره لاهله، عبره لاصحابه، اللي هو انتوا لو ارتكبتوا نفس الخطأ او الخطايا اللي الشخص ده عملها مصيركم هيبقى زيه بالظبط. خلى الناس تطلق على الساحرة دي لقب الساحرة الشريفة، ولكن في النهاية هم عدموها. النار ما وصلتلهاش بس هم كانوا عايزين يموتوها، عايزين تخلصوا منها، يعني اللي هو ايه يعني حد سرق تقومي قتله؟ مش الدرجات دي يعني يا ولية. وبالفعل قتلوها عن طريق ان هم شنقوها، اللي هو النار مش جايبه نتيجه خلاص راحوا شنقوها. وبالفعل خدت فتره طويله لحد ما فرقت الحياه او ماتت. ولما ماتت ساعتها اتعمل تعويذ كتير قوي على المقبره بتاعتها علشان روحها ما تخرجش تاني او هي ما تطلعش تاني، هما كانوا خايفين منها. تمام، يعني قصه جميله وكل حاجه. استفدنا ايه؟ يعني البنت دي كانت عايشه في القرن 16 او القرن 15، ايه اللي جابها دلوقتي؟ يعني هي فضلت الفترة دي كلها وبعدين انت تقول ان هم قتلوها، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ساعتها الذكاء الاصطناعي لما بحث اكتر في الموضوع، الضابط يعني لما قعد يستخدم الذكاء الاصطناعي في انه يخليه يبحث اكتر واكتر، توصل الى مكان المقبرة اللي كانت مدفونة فيه الساحرة ديت. فالضابط راح لمكان المقبرة دي اللي هو كان موجود في قرية سالم، اللي هي تعرف حاليا باسم، مش عارفه بصراحه نسيت، كنت قريت اسمها بس نسيته، ما علينا. فالظابط راح لولاية قرية سالم، وراح على موقع اللي دفنت فيه الساحرة ديت. لقى ان بالفعل القبر بتاعها منبوش، يعني مفيش جثة. هم شالوا حفروا وطلعوا المقبرة بتاعتها وطلعوا جثتها، يعني جثتها بالفعل مش موجودة. فمن هنا بقى ايه، في حاجة بقى ايه ريحتها وحشة حصلت، يعني هي اللي تسببت في مقتل او عودة الساحرة الشريفة تاني. لما ضابط الشرطة ده دور اكتر ورا الموضوع، اكتشف ان كان في مجموعة من الناس اللي هم قبيلة من قبائل عبدة الشيطان، هم اللي بتعاويذ معينة وبحاجات استغفر الله العظيم معينة قدروا ان هم يرجعوا تاني الساحرة الشريفة دي تاني، يرجعوها على قيد الحياة، لان هم كانوا عايزين يستخدموها في اعمال مش ولا بد. ولكن بمجرد ما الساحرة الشريفة، هي شريفة مش شريرة، الساحرة الشريفة عشان كل شوية اتلخبط، الساحرة الشريفة رجعت تاني. بمجرد ما شافت المجموعة دول من عبدة الشيطان بصت لهم، عرفت ان هم ارتكبوا خطايا في حياتهم، فراحت خلصت عليهم وبدأت ان هي تمارس موهبتها في ان هي تخلص على الناس اللي ارتكبوا اخطاء في حياتهم. ولما اختارت ان هي تظهر في البرنامج المواهب، لان هي كانت عارفة ان في عدد كبير قوي من الناس بتتفرج عليه، فهي كانت بتدي رسالة عشان الناس تخاف وتتعظ وما ترتكبش اخطاء عشان ما يبقاش ده مصيرهم. وده هدفها، ان هي دايما بتستهدف الناس اللي هم ارتكبوا خطايا في حياتهم ولكن بتحب تقتلهم بطريقة علنية عشان توصل رسالة للناس التانية. ده هيبقى مصير. توصل للحقيقة، حاول بقى ان هو يدور على طريقة ازاي يتخلص من الساحرة دي. ما اكيد مادام في طريقة رجعتها يبقى في طريقة تموتها تاني يعني. بس الموضوع كان صعب قوي، لان هي دلوقتي تعتبر عبارة عن روح مش بني ادم، فازاي هيقدروا هما يرجعوا الروح دي تاني ويتخلصوا منها؟ او عبارة عن زومبي، يعني هي دلوقتي مش بني ادمة، ومش قادرين يفهموا هي رجعت اصلا الحياة تاني ازاي بالظبط. بس ازاي ممكن نتخلص منها؟ الضابط قدر يتوصل الى ناس من الصحراء بتعرف تمارس السحر، ناس كبيرة قوي علشان يتخلصوا من حاجة زي كده، ولكن كلهم فشلوا اصلا في الموضوع ده. طيب راح للكنيسة ذات نفسها، راح للقسيس، راح لرجال الدين، لكن محدش كان قادر يتخلص من الساحرة ديت او من الكائن ده. طيب ايه العمل؟ نعمل ايه؟ ساعتها ضابط الشرطة عمل زي بيان مهم جدا، بيان يظهر في التلفزيون قدام الناس كلها. قال لهم احنا مش قادرين يا جماعة نتخلص من الكائن ده، ولكن علشان تضمن ان انت ما يحصلكش حاجة يبقى حاول ان انت ما ترتكبش اي خطيئة في حياتك، اي حاجة غلط في حياتك ابعد عنها. ابعد عن السرقة، ابعد عن ان انت تتحرش، ابعد عن ان انت تغتصب شخص ما، ابعد عن النصب، ابعد عن القتل، ابعد عن كل ما هو خطايا علشان تضمن ان انت تعيش حياتك لحد ما نقدر نتوصل لطريقة بان احنا نتخلص من
الكائن ده. ناس كتير قوي بعد ما سمعت البيان ده اتقسموا لكذا جزء، في منهم اللي هو ايه الهبل اللي انتوا بتقولوه ده وما صدقش، وفي منهم اللي ايقن او ادرك ان ده يعني هما يستاهلوا حاجة زي كده، وان العالم يستاهل حاجة زي كده، اللي هو خلوا العالم ينضف بقى. فانتوا ايه رأيكم؟ يعني هل بالفعل العالم يستحق حاجة زي كده؟ هل الناس دي تستحق ان هي تموت، ولا يعني مش مش للدرجات دي؟ يعني اللي هو مش عشان حد سرق فتقومي قتلاه، مش عشان حد نصب فتقومي قتلاه، يعني في طرق تانية ممكن الشخص ده يتعاقب بيها. فانتوا ايه رأيكم؟ هل فعلا احنا نستحق قوة زي ديت او ساحرة زي ديت تبقى موجودة حوالينا؟ هل فعلا احنا وصلنا لمرحلة زي دي، ولا انتوا ايه رأيكم؟ وازاي تفتكروا ممكن نتخلص اصلا من حاجة زي كده؟ يا جماعة دي كانت قصة النهاردة، اتمنى تكون عجبتكم، وما تنسوش تعملوا فولو على انستجرام وعلى تيك توك لو حابين يعني، وتفعلوا الجرس هنا على اليوتيوب عشان لما انزل قصة جديدة او فيديو جديد يوصلكم. بس كده، باي باي.